ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكه سام. وزي ما قلت لك انت دخلت المملكه بمزاجك هتخرج منها بمزاجك، بس قبل ما تخرج من المملكه ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صدمه كبيره لكل جمهور وعشاق النادي الاهلي، اقاله الكابتن سيد عبد الحفيظ. مجلس اداره النادي الاهلي اجتمع ووجه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ على المجهود اللي عمله مع النادي الاهلي. نفسنا نعرف انتوا مشيتوا سيد عبد الحفيظ ليه؟ طب هل سيد عبد الحفيظ فاشل؟ لا. هل سيد عبد الحفيظ ما بيعرفش يتكلم؟ لا. هل سيد عبد الحفيظ اللعيبه بتكرهه؟ لا. هل سيد عبد الحفيظ مش متحدث اعلامي كويس؟ لا. هل سيد عبد الحفيظ ما عملش بطولات مع النادي الاهلي وفاشل في اداره ملف كره النادي الاهلي؟ لا. لما كله لا 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 لا، انتوا مشيتوا سيد عبد الحفيظ ليه؟ نفسنا نفهم. مجلس اداره النادي الاهلي يطلع يقول لك عشان نجدد الدماء في النادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ ما عندوش 60 70 سنه عشان خاطر تقول لي جدد الدماء في النادي الاهلي. ثم خالد بيبو انت جايبه اصلا، معلش خالد بيبو مع احترامنا لخالد بيبو الهاتريك اللي جابه في الزمالك في ماتش ال 6-1، بس معلش خالد بيبو شخصيته ضعيفه مع لعيبه النادي الاهلي، ما ينفعش مع لعيبه النادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ رغم شخصيته قويه الا ان كل لعيبه النادي الاهلي بتحبه وجمهور الاهلي بيحبه، فانتوا مشيتوا سيد عبد الحفيظ ليه؟ ولا انتوا كنتوا حاطين سيد عبد الحفيظ صداده الكلام المستشار مرتضى منصور ان هو الوحيد اللي كان بيعرف يرد عليه؟ نفسنا نفهم. وفكره تجديد الدماء دي والله العظيم انا مش بلاعها، معلش انتوا بتقولوا لي عايزين نجدد الدماء في النادي الاهلي. الكابتن سيد عبد الحفيظ يعتبر افضل مدير كوره بعد الكابتن ثابت البطل رحمه الله عليه جه في تاريخ النادي الاهلي. الكابتن ثابت البطل فضل لاخر يوم في حياته وهو مريض وهو مدير لكره النادي الاهلي، ومات وهو مدير لكره النادي الاهلي. الفكره كلها ان انت ما تقوليش عايز اجدد الدماء وابوه شابه تمسك النادي الاهلي. الفكره كلها انتوا شلتوا سيد عبد الحفيظ ليه؟ اطلعوا لنا بقرار فعلا قول لنا سيد عبد الحفيظ غلط في ايه عشان تشيله. ما اعتقدش ان سيد عبد الحفيظ بالتاريخ اللي قدمه للنادي الاهلي انه غلط في حاجه. سيد عبد الحفيظ ابن النادي الاهلي، سيد عبد الحفيظ محب للنادي الاهلي وقدم خدمات للنادي الاهلي كتير جدا. زي ما بقول لكم الكابتن سيد عبد الحفيظ مش هو اللي خسر، النادي الاهلي هو اللي خسر مدير كوره فعلا محترم.